بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. ان شاء الله النهارده اول فيديو بامر ربنا على القناه دي، قناه رمضان بيحلي حياتنا. انا اختكم ام يوسف. ان شاء الله هنعمل مع بعض طول السنه اجواء رمضان، هنعمل تفريزات الموسميه لرمضان طول السنه. اي فاكهه اي نوع خضار ان شاء الله هنعمله هنا في القناه بامر ربنا، باجواء رمضان وبروح وطعم رمضان زمان كمان يا جماعه. عايزه اقول لحضراتكم كمان هنعمل وصفات حلوه ان شاء الله ان شاء الله لدخله رمضان، وتفريزات لرمضان وتحضيرات لرمضان، كرتونه رمضان، كل حاجه لرمضان، كل ما يخص رمضان واجواء رمضان ان شاء الله هتلاقيها هنا معانا في قناتنا الجميله الحلوه دي، رمضان بيحلي حياتنا. خلاص حبايبي، انا هنا اختكم ام يوسف. لو لسه اول مره هتشوفي القناه بتاعتي انضمي لعيلتنا الصغنطوطه عشان تكبر بيكم وليكم ان شاء الله حبايبي. كل سنه وحضراتكم جميعا بالف خير يا رب. تعالوا النهارده نفتح كده القناه بتاعتنا الجميله دي باول فيديو حلو ان شاء الله ينفعني وينفعكم وينفع الناس اجمعين يا رب. باول حاجه بحصاله رمضان، نفتح القناه الجميله بتاعتنا، نفتحها كده ببركه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، ونبدا باول حاجه بحصاله رمضان. شايفين حبايبي اول حاجه نعمل حصاله رمضان ازاي؟ انا هنا حبايبي معايا برطمانين، برطمان فيه فلوس سليمه اهي. انا طبعا عارفه الفلوس دي قد ايه، خلاص اهي دي 400 جنيه اهمت. الفلوس دي جت ازاي؟ ما جاتش كده طبعا. تعالوا نرجعهم بس مكانهم تاني وهقول لحضراتكم انا جمعت 400 جنيه ازاي. خلاص انا بجمع هنا 400 جنيه، هقول لك ازاي. البرطمان حتى قديم اهو، شايفين انا ما برميش حاجه خالص. اي برطمان عندك قديم، اي علبه قديمه، اي حاجه، بصي انت لو يا ستي شراب قديم عندك هاتيه وتعالي معانا هنا وابداي معانا. بصوا بقى حبايبي، اول حاجه انا هنا معايا البرطمان ده بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله تبارك الرحمن، معايا مليان. شايفين انا بعمل ايه؟ انا اهو شايفين معايا هنا حبه فكه اهمت كانوا باقيين، وابني جاب لي حاجات واتبقوا وراح قال لي يا ماما الفلوس حطيتها لك على المطبخ الباقي. انا بحب طبعا الفضيه وانا من عشاق الفلوس الفكه، ربنا يجعلهم في ايديا وفي ايديكم فكه يا رب اللهم امين. خلاص بعمل ايه؟ كل ما يبقى معايا ابداي يا ستي بجنيه، ابداي بجنيه. بجنيه يا ام يوسف يعمل حاجه؟ والله ده لسه بدري جدا على رمضان، ان شاء الله عبال ما يجي علينا رمضان بامرك انت يا رب هيكون معاكي مبلغ محترم. ابداي بجنيه زي ما انا بدات. كل ما يبقى معايا جنيه ارميه جوه الحصاله بتاعتي كده. خلاص كل ما يبقى معايا جنيه اجي راميه. نص جنيه والله العظيم جه عليا يوم رميت نص جنيه. خلاص مش هتبصي النص جنيه مش هيجيب لك حاجه، بس لما تحطي النص على النص في الحصاله هيعمل لك مبلغ. خلاص هي حتى فيها ما شاء الله اهي، فيها مصاص وجنيهات كتير بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين جوه؟ هفضي كله معاكم دلوقتي وهقول لك انا بعمل ايه دلوقتي. اول حاجه ان شاء الله جمعنا طبعا المبلغ. انا بجمع ال100 دي ازاي؟ طبعا كل ما اروح السوق ويفوت مني كام جنيه اجي بسرعه اجي رميهم هنا قبل ما ايدي تروح عليهم. والله حتى لو فاض معايا 10 ولا 20 ولا 50 جنيه باجي احطها هنا. خلاص بس ببقى جايبه كل حاجاتي، اللي جايبه كل حاجاتي للبيت للاكل والشرب وكل حاجه. بصي البيت مش ناقصه اي حاجه تكون، فانا هعمل ايه؟ فاجي بقى اي فلوس تفوت معايا واجي احطها هنا. خلاص حبايبي اجي عامله ايه بقى؟ كل ما املى شويه حصاله كده فيها شويه فلوس واحس ان هي خلاص، حسيت ان هي ما شاء الله اتملت، اجي مفضيه حصلتي، امسك كده اجي مفضياها. خلاص من غير حتى الكاميرا كمان يا جماعه. خلاص اجي مفضياها كده وامسك عيد اجمع 100. انا بجمع 100 لازم تكون معايا 100 سليمه. جمعت 100 سليمه، جنيهات خمسات عشرات، باجي واخداها كده في قلب بعضها وحطاهم جوه كيس بلاستيك، وانا نازله الصبح رايحه السوق اغيرهم من بتاع العطاره، اغيرهم من السوبر ماركت، اغيرهم من المخبز اللي جنب البيت. بصوا اي حد بيبقى محتاج الفلوس الفكه دي بيعشقوها برضو، بتفك معاهم الزنقه. يعني لما يكون هم محتاجين مثلا حد ليه بقت فلوس فبيبقى عايزين الفكه دي، فخلاص فانت قولي له جمعي بس 100 عديها قبل ما تمشي وجمعي 100 منهم من الفكه بتاعتك دي، وتروحي عند اي حد تقول له لو سمحت صححها لي ب100 سليمه. هيقول لك ايه؟ هيقول لك حاضر طبعا، بيحبوا هم جدا كده. لكن انت لما تروحي تقولي له فك لي ال100 دي عادي، لما تروحي تقولي له فك لي ال100 دي ده هيقول لك لا والله يا ابله مفيش فك، مفيش فك خالص. فانت لما تروحي تقولي له صحح لي دول ل100 سليمه هيبقى بصوا الفرحه مش سايعان. عن تجربه بقى، خلاص عن تجربه. تعالوا بقى مع بعض نعد دلوقتي نشوف هم كام، ويعني لو هم كملوا 100 يبقى خير وبركه، ما كملوش 100 هسيبهم لما يكملوا 100. لازم يكونوا 100 سليمه، لازم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفرد كده بسم الله توكلنا عليك يا رب، ربنا يجعل فيهم البركه
ويكونوا 100 ان شاء الله. ولو كتروا عن ال100 ما فيهاش اي مشكله، هناخد ال100 بتاعتنا اللي احنا محتاجينها ونشيل الباقي تاني في الحصاله لما نجمع عليها كمان بشويه فلوس حلوين. لازم يا جماعه تكمل معايا 100. عارفه ان انت لو في يوم جيتي فضيتيها ولقيتي فيها 150، لا ما تاخديش ال50، خدي ال100 برده وسيبي ال50. خلاص حبايبي، خليكم بس اعملوا امشي على الخطوه بتاعتي دي، بجد هتفرق معاكم جدا وهتملى معاكم البرطمان ده بسرعه بسرعه بسم الله ما شاء الله، يعني ببركه ربنا. بس خدي بالك وانت بقى بتحوشي كده، لازم تعملي حسابك ان انت تطلعي اي حاجه للحصاله دي، اي حاجه صدقه لله عز وجل للحصاله دي. وانت نازله السوق كده، انت نيتك النهارده انا خلاص انا جمعت 100 جنيه وراح احطها في حصالتي، خلي كده معاكي 10 جنيه جانبيه طلعيها لوجه الله تعالى بنيه ان هي ايه، يبارك لك ربنا في الحصاله بتاعتك. خلاص والله وهيبارك لك وهتكملي بصي في غمضه عين، مش هتعرفي ازاي ان شاء الله. تعالوا نعد دول، ادي 20 30 40 50 ادي 60 جنيه اهم، دول 60 جنيه اهم. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ادي 10 70 كده. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 4 5 6 7 8 9 ادي 10 ادي كده 80 كده. شكلهم لسه ما كملوش بس هنشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 استنى تعالى رايح فين، 6 اللهم صل على النبي، 6 7 ادي 8 ادي 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 جنيه ونص. 19 جنيه ونص دول ناقصين نص جنيه. انا اشوف اي عيل دلوقتي اخده منه وكده يبقى انا كده ايه كملت. دول احنا قلنا كده 19 جنيه ونص. 19 ونص احنا قلنا دول كام يا ولاد؟ انا نسيت. خلاص حبايبي كده زي ما قلت لحضراتكم كده باقي على ال100 جنيه نص جنيه. والله اول مره اعدها مع حضراتكم، والله اول مره اعدها معاكم. خلاص كده باقي على دول نص جنيه ويكملوا 100 جنيه. فهشوف دلوقتي هاخد من اي عين نص جنيه او اطلع انا اخد 100 من جوزي يعني، او انزل انا بيها لاي حد ويكون معايا انا جنيه سليم واحط ده مكان ده. هي مش ناقص غير نص جنيه وتكمل معايا ال100 جنيه. هي دي فكرتي النهارده، ان انا بجمع وبحوش بيها. بتعملي بيها ايه يا ام يوسف؟ انا بعمل بيها ايه؟ بخزن بيها حاجات لدخلة رمضان، مش دلوقت يعني قبل رمضان كده مثلا بكام يوم بنزل اجيب منها، افتحها اجيب منها اليميش، اجيب منها كام كيلو لحمه، اجيب منها اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله فرختين لو ما عندكيش فراخ بتربيها، بس لله الحمد ان شاء الله احنا هنجيب مع بعض دوره فراخ واوريها لكم. فراخ عشان ما تبقيش عاتله هم فراخ رمضان. الفطار والسحور عند ام يوسف ان شاء الله هتلاقيه. هتعملي ايه يا ام يوسف؟ استني معايا فيديو حلو جدا، هنزل اجيب شويه كتاكيت وهقول لك بالظبط هنعمل ايه في الفيديو ده ان شاء الله يا رب. وبصي انت عايشه في بيتك كده وفاتحه فيديو ام يوسف ان شاء الله هتبقي مش عاتله هم اي حاجه. بصي انت هتغمضي وتفتحي هتلاقي بيتك مليان من لا شيء. ازاي؟ هقول لك والله كل حاجه. كل فيديوهاتنا اللي جايه هتبقى عباره عن توفير وتدبير وحاجات حلوه كتير هتنفعك في بيتك انت وعيالك. خلاص حبايبي، كل سنه وحضراتكم طيبين. بالمناسبه بقى عايزه اقول لحضراتكم يعني اللي تعرف إيه النمل الفارسي ده بيطلع ليه وعشان ايه تقول لي. بجد انا عندي نمل غريب بالشكل، مهما تكوني منظفه بجد بيطلع بطريقه غير طبيعيه، وبيطلع من اماكن ما فيهاش ولا حتى سنتوفه خرم. قولوا لي اعمل ايه، رايكم يهمني برضو ونستفيد من بعض. واللي عنده فكره للتوفير يقول لي. احنا كلنا بنتعلم من بعض، انا مش مولوده من بطن امي انا متعلمه الحاجات دي، لا، كل واحده عندها فكره من اخواتنا وحبايبنا المتابعين الجداد ان شاء الله تقولي فكرتها ايه للتوفير وبتعمل ايه، وناخد من بعض افكار وننفذ مع بعض افكار. انتوا جربوا افكاري وانا اجرب افكاركم. خلاص حبايبي، وبكده احنا قلنا ايه، خلاص احنا عرفنا الميات دي جات ازاي، والميات دي مستحيل تمد ايدك عليها. خليكي جدعه اوعي تلمسيهم مهما تكون الظروف صعبه، اوعي تلمسيهم. دول خلاص دول بتوع رمضان، خلاص ما تلمسيهمش. انت عارفاهم كده، بس اهم حاجه ابعديهم عن ايدك عشان طول ما هم قدام ايديكي كده انت مستحيل هتسيبيهم في حالهم. فانت طول ما هم بعاد كل ما تبقى معاكي الفلوس طلعيهم من المكان، مثلا حطاهم في درج التربو في الدولاب، كل ما يبقى معاكي
خلاص ما معكيش، ويعني ربنا معاكم يعني الخير كله ان شاء الله يا رب، ويرزقكم من اوسع الابواب. حطي. ما معكيش يا ستي، خلاص خليها مستخبيه بعيد عن ايدك، لان هي طول ما هي بعيده عن ايدك وعينك كده مش هي ايه، مش هتقربي منها خالص. خلاص حبايبي، اهي شايفين بسم الله ما شاء الله، دي كلها فايده مني لما بكون في السوق، او ايه بقى، في اختراع رهيب بيجيب فلوس من الهوا. يعني انا مش كلها محوشاها، خلاص دي مش كلها محوشاها، لا دي اللي محوشاها طبعا، لكن دي مش كلها محوشاها. هنا دي كانت في 215 اهي، 215 اهو، 215. ال 200 خدتهم وال 15 استبعدتهم خالص. عملتي جبتي منين ال 200 على بعض يا ام يوسف؟ جبتهم من، اوعي تبيعي الزباله، لو عندك زباله اوعي ترميها ان شاء الله، اوعي ترميها. هنعمل فيديو مهم جدا جدا جدا. بصي الناس ما تعرفش ان فعلا الزباله بتجيب فلوس. ان شاء الله هعمل لك فيديو محترم هيعجبك جدا ان شاء الله، ويعرفك ان الزباله استحاله تفكري ان انت ترميها قبل ايه ما تشوفي انت هتاخدي منها ايه. خلاص حبايبي، ال 200 دي جايه منها من فلوس اللي بقول لحضراتكم لو عندك زباله اوعي ترميها. خلاص حبايبي، والله انا ماشيه بالنظام ده بقالي سنين. جربي نظامي وطريقتي في التوفير هتعجبك. خلاص احنا بقى عشان ايه، لو عندك دين هتسديه يا ستي، لو عندك لو مش عايزه تحوشي رمضان وانت اساسا ماشيه يوم بيوم، هتعرفي برضو تمشي دنيتك، برضو هتعرفي تحوشي لو ماشيه يوم بيوم. والله حتى لو خدتي 2 جنيه من اليوميه اللي بتاخديها من جوزك، ربنا يوسع رزقه يا رب، هتعرفي تحوشي. لو انت عندك دين والله في سماء هتسدي ديونك بالطريقه اللي هقولك عليها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. اللي انا بقولك عليها دي اصبري، انا جبت 200 جنيه من الهوا. خلاص حبايبي، انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو النهارده عشان هو اول فيديو معاكم، وان شاء الله الايام اللي جايه بامر ربنا هتبقى كل الفيديوهات حلوه وطويله وجميله وهتعجبكم، وكلها حلوه جدا لرمضان وتوفيرات رمضان وتخزينات رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين، مع الف سلامه.